اهلا اهلا. الفيديو تاع اليوم راح يكون على كيفاش نستعملوا القماش. اذا اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تضغطي على الزر الاحمر وتفعلي زر الجرس وتعملي جيم وما تنسيش البارطاج. وراح نطبق لكم على في 2027 على هذا الورق الابيض باش الفكرة توصلكم بسهولة. كل مبتدئة راح تحوس على هذا الموضوع كون معنا بقوة. لهنا طول الورقة اللي راح نخدموا بها في هذا الفيديو 27 على 21 هي اللي راح نفترض انه هذه الورقة البيضاء هي القماش اللي راح يوزنه لنا مول الحانوت على حسب الموديل اللي راح نشروه. باغ اكزومبل نحتاجو 2.50 متر في تفصيل وخياطة قندورة بالاكمام. هذيك المترتين وخمسين هي طول الورقة، مترتين وخمسين هي طول الورقة يعني 7 سنتيمتر راح نمثلوها ب 2.50 متر و21 سنتيمتر العرض تاع الورقة هي 1.50 متر يعني دوبل لارج. القماش يكون مطوي على 2 ويكون في الرولو. هذاك الطول تاع الرولو هو العرض تاع القماش. نظن هنا هذه النقطة راكم فاهمينها. اذا نعاود لكم كما راكم تشوفوا عندنا 2.50 متر نمثلوها على هذا الورق في الطول تاعه والعرض 1.50 متر تاع دوبل لارج تاعه في عرض الورقة اللي هي 21 سنتيمتر. كما راكم تشوفوا نجو نحو 50 سنتيمتر حق الأكمام قبل ما نبداو نفصلوا الموديل تاعنا. وتبقى لنا 2 مترات. هذيك 2 مترات نطووها على عرض القماش. ما راكم تشوفوا في الورقه ركزوا مليح تفهموني. على عرض القماش نبداو نفصلوا في الموديل تاعنا. ما نفصلوش من جهه الطول، نفصلوا من جهه العرض يعني من جهه 1.50 متر. نطويها على 2 ونحي 50 سنتيمتر تاع الأكمام. هذا مكان يا البنات. بالنسبة للأكمام إما نفصلوا القندورة تاعنا نطوي القماش على 2 ثم على 2 يصبح على 4 ونخلو هذيك 50 سنتيمتر لاصقة ومن بعدها نقصوا الأكمام منها. إما نقصوها خاصة المبتدئات ما يعرفوش ويخافوا لا يخسروا القماش دونك نقلعوا هذيك 50 سنتيمتر باش نكونوا واضحين وتبقى لكم 2 مترات حق القندورة اللي راح تفصلوها. وصلنا لنهاية الدرس. اللي عجبها الفيديو ما تنساش ابوني جيم كومنتير. وماذا بكم اي وحده يكون عندها اي سؤال اي موضوع تخليه لي في خانة التعليقات باش ندير لكم عليه موضوع. ادم تحييكم والسلام عليكم.